لو انت فاكر ان نجاح الكامبين بيبدا من الداشبورد، يبقى اسمح لي اقول لك ان انت بادئ متاخر جدا. النهارده انا جاي اقول لك على كام حاجه كده بعيد عن الداشبورد بتاعت الادز خالص، يعني اقدر اقول ان هي بتساهم في 70% من نجاح الكامبين اللي انت شغال عليها. اول حاجه واهم حاجه في القصه دي ان انت تتاكد من الاونلاين بريزنس بتاع البراند. بص فكر انت بنفسك كده، انت لو شفت اد مثلا لبراند او حاجه انت عايز تشتريها، مش بتخش على البيج بتاعته وتبتدي ان انت تشوف الريفيوز، تشوف الكوليكشن بتاعه، تشوف يعني هل هو اصلا ليه بريزنس ولا هو شخص بيخبط اعلان وهيجري، ولو انا اشتريت منه مش هعرف مثلا، مش هيكون في ريفند، مش هيكون في استبدال لو القطعه مثلا مش على مقاسي. فانت لازم تتاكد من الاونلاين بريزنس بتاع البراند ده، لازم تتاكد ان في بايو، لازم تتاكد ان الويب سايت محطوط في البايو، لازم تتاكد ان في نمبر اوف بوستس على السوشيال ميديا كويس يدي كريديبيليتي للبراند ده، لازم تتاكد ان في فولورز. انا عارف ان الفولورز دي ممكن تكون حاجه مش مهمه قوي بالنسبه للكونفرجنز، بس هي بتاثر عليها بشكل كبير، لان هي بتبني زي اوثوريتي عند الشخص اللي داخل يشتري. يعني مثلا لو حد شاف اد ليك ودخل على البيج بتاعتك ولقى ان انت عندك 100 فولور، غير لما يخش ويلاقي ان عندك 50,000 فولور، ده حاجه اسمها زي سوشيال بروف كده. كل ما يكون عندك فولورز اكتر، كل ما بيكون سبكونشسلي في عقل الكاستمر لا ده الشخص ده كويس ومشهور وفي ناس كتير بتتعامل معاه، حتى لو انت سارق الفولورز دول. وانا مش بشجع على سرقه الفولورز خالص، لان دي بتبوظ الالجوريزم وبتعمل حاجات كتيره كده ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو تاني. بس بشكل عام لازم تشتغل على كامبينز ان انت تظبط الاويرنس، الريتش، الانجيجمنت بتاع البراند بتاعك، عشان الايمج بتاعت الاونلاين بريزنس تكون كويسه جدا. انت دلوقتي خلاص اتاكدت ان الاونلاين بريزنس بتاعك كويس جدا، وهتبتدي ان انت تلانش ادز. استنى، ما تلانشش ادز دلوقتي، هتخش على الهيستوريكال داتا بتاعت الاد اكونت. لو الاد اكونت ده ران كامبينز قبل كده، فانا بريكومند مليون في المية ان انت تعمل اكسبورت للهيستوريكال داتا دي وتقعد كده في جوجل شيت وتحلل الارقام بتقول لك ايه. ليه؟ لان الهيستوريكال داتا اللي موجوده دي هتخليك تاخد ديسيجنز سريعه في كام حاجه. اول حاجه ايه الكرييتيفز اللي عملت بيرفورمانس كويس لما تشوف مثلا السي تي ار بتاعها عالي، ايه التارجتنج اللي ظبط معاك. الحاجات دي كلها هتخليك تبيلد ابون الشغل اللي كان موجود قبل كده، مش ان انت تستارت فروم سكراتش. فدي حاجه مهمه جدا ان انت تبص على الهيستوريكال داتا. يجي بعدها بقى جزء مهم جدا، وده اللي بيساهم في نجاح او فشل الكامبين اللي انت شغال عليها بنسبه مليون في المية، لان هي اصلا اللي بتديك فرصه ان انت تخش في المنافسه بتاعه الاوكشن بتاع الادز ده او لا، وهي البادجت. بص انت دلوقتي بصيت على الهيستوريكال داتا بتاعه الكلاينت. الهيستوريكال داتا المفروض تقول لك انت المفروض تصرف بادجت كام. لو انت الهيستوريكال داتا دي مظبوطه والكلاينت مش بيشتم في الشخص اللي كان شغال قبل كده، ولو ان دي نسبتها لا تتخطى ال 20% يعني، يخرب بيته ايه القرف ده. خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده. بس لو لقيتها 100% اي ريكومند ان انت تشتغل على الهيستوريكال داتا. مثلا كان $50 بتجيب لك ريزلتس كويسه، حط $60 عشان تكون في تسيب مارجن كده لنفسك لو الدنيا عكت منك يعني. الجزء الثاني بقى، لو انت مش معاك القصه بتاعت الهيستوريكال داتا دي، هتستخدم التول دي كويسه جدا. انا بستخدمها في الريسيرش، واحسن من تشات جي بي تي بمراحل في القصه بتاعت الريسيرش دي بالتحديد، لانها بتبول داتا اب تو ديت، وهي حاجه اسمها بيربلكسيتي. اوكي، التول دي انت بتقوم مظبط برومبت كده محترمه. يعني اللي انا بعمله، يعني في بروسيس كده انا بعملها طويله بصراحه في التولز اللي انا بستخدمها. كل تول من التولز بتاعت الاي اي بتكون ليها دور معين. فعشان بس الفيديو ما يطلعش عن محتواه الرئيسي، لو انت مهتم ان انا يعني في فيديو كده اعرض لك التولز اللي انا بشتغل بيها وايه دور كل تول في البروسيس بتاعت الميديا باينج، سيب لي كومنت مثلا تولز او اي حاجه وهعمل فيديو منفصل عن الموضوع ده. بس باختصار انت بتخش على بيربلكسيتي دي، بتكون مجهز برومبت كده محترمه ومجهز الاونلاين بريزنس بتاع البراند، اللينكس اللي هو السوشيال ميديا، الويب سايت، وتبتدي تقول له ان انت عايزك تانلايز وبيزد على الاندستري وبيزد على الماركت اللي احنا بنستهدفه، عايزك تديني ابروكسيميتس ورياليستيك استيميتس للميديا بلان بتاعت الكلاينت ده. فبيبتدي ان هو يقول لك الداتا مظبوطه اللي انت ممكن تشتغل بيها، اللي تعرضها على الكلاينت، تاخد منها موافقه، وبالتالي تبتدي الشغل بتاعك. قبل ما نخش في النقط اللي بعد كده يا جماعه، عايز اقول لكم موضوع البادجت ده قد ايه مهم، وهو يعني من اول الاسئله اللي انا بسالها لاي كلاينت هشتغل معاه بعد ما بعرف الاندستري بتاعته، لان يعني بناء على البادجت هي هتحدد لك انت اصلا هينفع تران ادز ولا لا. على سبيل المثال انا كنت اشتغلت مع كلاينت قبل كده، الاندستري كانت بي تو بي، القصه اللي هي بتاعت الاوت سورسنج وكده. هو شغال في مصر وبيستهدف كلاينتس من اليو اس ان هو يعمل لهم السيرفيسز بتاعت الاوت سورسنج وكده. تمام، كنا شغالين جوجل ادز ببادجت $50. طبعا $50 في اندستريز كتيره مور ذان انف وكويسه. تمام، بس في الاندستري دي بالتحديد، ولان فيها كومبيتيشن عاليه جدا، فكانت مش كفايه ان احنا اصلا نجين مور امبريشنز او ناخد حصه من الشيرز بتاعت الامبريشنز اللي موجوده على جوجل ادز. فبالتالي طبعا الكامبين كانت بتسحب فلوس ومش بتجيب ريزلتس كويسه. وانا اللي ريكومندد على الكلاينت ان هو لا خلاص خلينا نوقف صرف دلوقتي، احنا كده بنخسر فلوس ومش بيجي لنا امبريشنز او كونفرجنز من الفلوس اللي احنا بنصرفها دي، برغم انها كويسه نوعا ما. بس بعد ريسيرش في الاندستري دي بالتحديد، لا هي محتاجه فلوس اكتر من كده بكتير، ومحتاجه
اونلاين بريزنس قوي جدا، فما كانش ينفع الكلاينت ان هو يخش يكمبيت بجوجل اد كامبين ويحط لي $50 وفورم كونفيرت الناس عليها ويعمل ليد جنريشن كامبين. فالبوينت بتاعت البادجت دي بتكون مهمه جدا في اندستريز زي دي، لان ممكن الكلاينت مثلا يخش معاك ويصرف $1000 وفي الاخر يلاقي مفيش ريزلتس كويسه، فيقول لك المشكله فيك انت، في حين ان انت لو كنت حددت له من البدايه ان البادجت بتاعتك دي مش هتنفع او مش هتدخلك الماركت اصلا، كنت هتريح نفسك من وجع الدماغ ده. فعشان كده موضوع البادجت مهم حبتين ثلاثه يعني، خلي بالك منه. طيب انت دلوقتي خلاص اتاكدت ان الاونلاين بريزنس بتاع الكلاينت كويس، اتاكدت ان الهيستوريكال داتا وشفت الارقام وايه الحاجات اللي ممكن نبيلد ابون ات، واتاكدت برضو من البادجت المناسبه اللي انت هتحددها للكلاينت، تروح تران كامبينز؟ لا، استنى شويه. انت دلوقتي في اكستنشنز انت بتحطها على الكروم بتاعك عشان تبتدي ان انت تشوف البيكسل اي دي بتاع كل حاجه، اللي هو مثلا ميتا، تيك توك، سناب شات، الكلام ده كله. هتعمل ايه بقى؟ هتقوم رايح على الادز مانجر بتاع كل بلاتفورم من البلاتفورمز دي على حسب انت هتشتغل الكلاينت ايه بالظبط، وتبتدي تراجع البيكسلز. ليه تبتدي تراجع البيكسلز؟ لان انت لو في حد اشتغل قبلك قبل كده وارد جدا ان يكون في بيكسل موجوده على الادز مانجر مش هي اللي مربوطه على الويب سايت، وممكن تقرا معاك ان في بيكسل، بس لو انت بصيت على الاي دي، يعني انا هظهر لكم فيديو هنا، لو انت دخلت على الاي دي بتاع الميتا بيكسل هيلبر مثلا وابتديت تشوف الاي دي اللي مكتوب وتقارنه بالاي دي اللي موجود في الادز مانجر، ممكن تلاقيهم مختلفين. وساعتها لو انت يعني مطلع كامبين 100 والكرييتيف كويس جدا والكلام ده كله، بس في النهايه مفيش حاجه بتديك داتا للادز مانجر بتاعك، لان البيكسل اللي موجود على الويب سايت ملهاش اي علاقه باللي موجود على الادز مانجر. فانت لازم تشوف الاي دي اللي موجود على الادز مانجر وتقارنه بالاي دي اللي موجود على الاد بلاتفورم بتاعتك اللي هي شوبيفاي او ايا كان هي ايه يعني. تمام، دي حاجه. وحاجه بلس بقى ليها علاقه بالقصه بتاعت البيكسل والكلام ده، وهي الكونفرجن اي بي اي. الكونفرجن اي بي اي يا جماعه بقوله في كل الفيديوز بتاعتي، لازم تتاكد ان انت رابط الكونفرجن اي بي اي بتاع البيكسلز اللي موجوده عندك على الويب سايت. ده بيديك داتا مور اكيوريت، بيحسن الريزلتس بتاعت الكامبين بتاعتك بسرعه جدا. فلازم تتاكد ان انت رابط الكونفرجن اي بي اي بتاعت البيكسلز، مش بتتراك كلاينت سايد بس. بشكل عام انت ممكن تقوم واخد التيبس دي كلها وتقوم رايح تشوف الفيديو بتاعي اللي هو بتاع ازاي تبدا في مجال الميديا باينج، هيديك زي اوفر فيو كده عن المجال كويسه جدا، وهيفيدك جدا لو انت جديد في المجال. بيست اوف لك.